أهلا بكم. المغرب تسقط هولندا بركلات التراجيح وتأهل إلى دور 16 في كأس العالم 2026. واصل منتخب المغرب رحلته الناجحة في كأس العالم 2026 بعدما استطاع إقصاء هولندا، وكان المنتخب الهولندي قد صعد إلى هذا الدور في صدارة المجموعة السادسة، بينما تأهل منتخب المغرب كوصيف للمجموعة الثالثة. ملخص مباراة المغرب وهولندا في كأس العالم 2026: منتخب المغرب فاز على هولندا بركلات التراجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وذلك ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في المكسيك وأمريكا وكندا. المباراة اتسمت بالندية والإثارة، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب قبل أن يتمكن كودي جاكابو من تسجيل هدف الفوز لهولندا في الدقيقة 72. ولكن في الدقيقة 91 تمكن عيسى ديوب من كرة رأسية من تسجيل هدف التعادل القاتل لصالح الأسود الأطلسي. بهذا الفوز تأهل المنتخب المغربي إلى دور ثمن النهائي أو دور 16، بينما ودع المنتخب الهولندي البطولة بشكل مبكر، وأصبح منتخب الأسود الأطلسي رابع المتأهلين إلى دور 16 بعد البرازيل وكندا والبرغواي، علما بأنه ضرب موعدا في الدور القادم مع نظيره الكندي إحدى المشاركين في الضيافة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وشاركونا الفرحة المغربية والعربية في الكومنتات، وشيروا الفيديو. وألف مليون مبروك للمنتخب المغربي والعرب، وعقبال المنتخب الجزائري والمنتخب المصري في المباريات 32 إن شاء الله يتأهلون إلى دور 16 مع المنتخب المغربي. وألف مليون مبروك للشعب المغربي والمدرب المغربي، وكل هو مغربي وكل هو عربي، وفخر للمنتخب المغربي. شكرا لكم.